كتيرة جدا والوقت صغير وعايز اقول لكم حاجات كتيره جدا. خلينا نبدا نخش في الموضوع على طول. لسه من نص ساعه في احداث جديده داخل نادي الزمالك واستقاله مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل. خبر لسه من نص ساعه بالظبط. قدم مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل استقالته من مناصبهم بعد قرار احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره والقائم باعمال الرئيس باستقالته. وكان احمد مرتضى منصور القائم باعمال رئيس مجلس الاداره منذ صدور حكم نهائي. كان هو المفروض يكون متواجد كالقائم باعمال الرئيس، سامعين من حوالي نص ساعه ان في استقاله جماعيه لمجلس اداره نادي الزمالك. وعايز اقول لكم حاجه، انا شايف ان مجلس الاداره في مشاكل كتيره جدا في النادي. ادام مش قادر يحل المشاكل دي ومشاكل كتير، ففي الافضل ان هو يقدم استقالته. انا شايف ان الاستقاله اللي اتقدمت دي في وقتها وفي محلها. نشوف بقى وزاره الشباب والرياضه هيتم مثلا تعيين لجنه، في انتخابات قادمه، في كذا في كذا في كذا. نادي الزمالك نادي كبير جدا لازم يدار بشكل مميز جدا. وانا بشيد بقرار استقاله مجلس اداره نادي الزمالك. زي ما قلت لكم، ادام في مشكله او في مشاكل كتير والناس الحاليين مش قادرين يحلوا المشكله، وبالتالي انا شايف الاستقاله في وقتها، مع طبعا الاشاده بكل اعضاء مجلس الاداره ان هم فعلا حسوا ان الوقت ده مش بتاعهم، وبالتالي بيتقدموا بالاستقاله عشان يدوا الفرصه لناس اخرين يقدروا يخدموا نادي الزمالك في الوقت الصعب ده. احنا دايما بنتكلم على الزمالك وبنتكلم بنقول نادي الزمالك نادي كبير جدا في مصر، ولازم يبقى ظروفه افضل من كده بكتير. دخلنا في وقت صعب جدا وازمه ماليه ومشاكل. شفنا قصه فريق الهاندبول في السعوديه، مشاكل كره القدم، الاعضاء، في بعض المشاكل. فانا بقول ان القرار جه في وقته، قرار استقاله مجلس اداره نادي الزمالك. وكمان عايز احيي الكابتن خالد لطيف ان هو كان الراجل الفتره اللي فاتت امين صندوق نادي الزمالك، مشاكل ماليه كبيره جدا، والراجل كان بيحاول بقدر الامكان ان هو يحل المشاكل الماليه داخل نادي الزمالك. فبحيي، ان عارف ان انا اشتغلت قبل كده عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، بس من فتره كبيره، من سنه 2005. الموضوع لما بتحس ان انا نفسي في فتره من الفترات بعد نجاحي في الانتخابات ساعتها في نادي الزمالك، لما لقيت الامور لا، مش المجلس مش هتمشي ومشاكل وخناقات جوه المجلس، احترمت نفسي ورحت مقدم استقالتي. كنت اول واحد، وكنت رغم ان ساعتها كنت عضو مجلس اداره تحت السن في نادي الزمالك سنه 2005، كان عندي 28 سنه او 27 سنه. لما لقيت نفسي جوه المجلس ومشاكل وخناقات ومش عارف ايه وايه، رحت احترمت نفسي، احترمت اعضاء مجلس، اعضاء نادي الزمالك او اعضاء الجمعيه العموميه، ورحت مقدم استقالتي. عشان الادام انا موجود في المكان، يا اما اخدم صح يا اما انا مش قادر ابعد. وده اللي حصل، وانا بحيي وبشيد بقرار اداره الزمالك الحاليه بان هو يتقدموا باستقاله. احنا عايزين نشوف نادي الزمالك افضل خلال الفتره القادمه. خلال الحلقه ان شاء الله احنا مستنيين دلوقتي بيان هيصدر من مجلس اداره نادي الزمالك هيشرح فيه الاستقاله واسباب الاستقاله. اول ما البيان ينزل هيكون معانا على الهواء مباشره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا كريم حسن شحاته، انت عشان انت راجل محترم جبتها من قصيرها واستقلت بدري لما لقيت في مشاكل كبيره اكبر من القائمين عليها في وقتها انهم يحلوها. ما انتش من هزاز الرؤوس، وعشان كده انت بره نادي الزمالك حاليا، انت ووالدك. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاستقاله بتاعت اعضاء مجلس الاداره دي متاخره، ما هياش في ميعادها. الاستقاله دي كانت من بدري، من بعد عزله اول مره، بعد مشاكل كتيره اللي في نادي الزمالك، بعد اهدار المال العام اللي في نادي الزمالك، بعد العجز الاداري الكامل اللي في نادي الزمالك. نادي الزمالك في عهدهم حرفيا في حال شلل تام وكامل. كنت اهلاوي اصيل، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.